يوم 9 أكتوبر 2024 وإحنا عايشين في كابوس. كل يوم نصحى وننام على مشاهد مؤلمة، بيوت بتتدمر وأطفال بيتقتلوا ومخيمات ومدن بتتحرق وبيحصل فيها إبادة جماعية. ورغم كل ده أهلها واقفين وصامدين ومتمسكين بأرضهم لحد آخر نفس فيهم. وفي ظل الظروف دي يطلع ناس تقول إن هي الإيد الأقوى في العالم والقوة العظمى والشعارات الحلوة اللي إحنا اتعودنا عليها دي، ويتوعدوا إنهم هيحولوا الشرق الأوسط لجحيم، بإشارة منهم إن هم اللي في إيدهم الجنة والنار على الأرض. بس سبحان الله، ما يعديش كام يوم وتنهال عليهم العواصف والحرايق اللي تحول بلدهم لرماد في أقل من أسبوع، بعد كل المحاولات لتقليل الخسائر اللي بتحصل. وكأن دي آية من آيات ربنا فيها إشارة إن كل الدمار اللي حصل على الأراضي الفلسطينية في سنة وأكتر ربنا قادر يعمله في أقل من أسبوع. قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فاللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وارحم شهداءهم يا رب العالمين.